السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة الصف الأول الثانوي، مادة التوحيد مع تكملة الدرس الرابع في كتاب التوحيد. طبعا زي ما انتم شايفين الكتاب بسم الله ما شاء الله سارة بنتي عاملة فيه 7 و8، فهو يد الصفحة بس يعني. يقول الناظم: إذ كل الدرس بعنوان التقليد وحكم إيمان المقلد. يقول الناظم: إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترديد، ففيه بعض القوم يحكي الخلف وبعضهم حقق فيه الكشف، فقال إن يجزم بقول الغير كفى وإلا لم يزل في الضير. يعني الكلام ده هو هيجي معنا الشرح. ما معنى التقليد؟ قال: التقليد هو اعتقاد قول الغير اعتقادا جازما بلا دليل. اعتقاد قول الغير اعتقادا جازما بلا دليل، كاعتقادك وجوب قدرة الله بناء على قول الغير من غير أن تعرف الدليل، فإذا عرفت الدليل الذي استند إليه صاحب القول الذي أخذت به لم تكن مقلدا. صلوا على النبي. بيقول لي التقليد ده هو إيه؟ قال لي هو اعتقاد يعني حاجة أنا اعتقدت بيها بناء على إيه؟ قال بناء على كلام واحد تاني، كلام واحد عالم. واحد يسألني ما الدليل على قدرة الله؟ فأنا قلت له ما أعرفش، فرحت سألت واحد أعلم مني: هل ربنا قادر؟ قال لي نعم. بس ده سؤال ويرد عليه أهو. طيب إيه الدليل على أن الله قادر؟ لو أنا عرفت الدليل على أن الله قادر يبقى أنا هنا قد خرجت من كوني مقلد. يبقى هو دليل التقليد تاني هو اعتقاد قول الغير اللي هو أعلم مني، يعني اعتقادا جازما بلا دليل. أنا ما أعرفش الدليل، لو حد قال لي ما الدليل على قدرة الله ما أعرفش، بس أنا سألت حد قال لي ربنا قادر. قال كاعتقادك وجوب قدرة الله بناء على قول الغير من غير أن تعرف الدليل. طب لو عرفت الدليل، لو قال لك أن الله سبحانه وتعالى خالق هو الإله وكل إله لابد أن يكون قادر، فلا يصح ولا يجوز في العقل أن يكون الإله غير قادر، فده يعتبر دليل عقلي، والدليل النقلي قبل العقل والله وهو على كل شيء قدير. الآيات كثيرة. بيقول لي بقى حكم إيمان الرجل المقلد هو العام اللي ما يعرفش دليل على أن الله قادر. حكم إيمان المقلد، قال لي اختلف العلماء في صحة إيمان المقلد على أقوال، والصواب أن إيمانه صحيح. القول الأول قال لي نسب هذا القول إلى الإمام السنوسي ورجع عنه. بيقول لي عدم الاكتفاء بالتقليد بمعنى عدم صحة تقليد المقلد، لا يصح ولا يعتبر هذا الإيمان منجيا لا صاحبه في الآخرة. وجرى على هذا السنوسي في كتابه شرح الكبرى والتحقيق أنه رجع عن هذا القول. يبقى القول ده مش صحيح. القول الثاني قال الاكتفاء بالتقليد مع كون المقلد عاصيا مطلقا، ما حددش بقى، ما فصلش يعني. القول الثاني الاكتفاء بالتقليد يكفي بالتقليد، قال لي يكفي. طب المقلد ده ظروفه؟ قال لي المقلد عاصي مطلقا، سواء كان في المقلد أهلية النظر الفعل أم لا. يعني هل احنا الوقت هم قالوا المقلد ده هو عاصي، إيمانه صحيح بس هو عاصي، سواء كان عنده أهلية انه يبحث ولا ما عندوش، سواء كان عنده مع استطاع ان هو يسأل او ما عندوش، ما فصلش، قال له عاصي مطلقا. طب يا عم فصل، التفصيل هو الصح. القول الثالث قال للمؤمن انه مؤمن عاصي ان كان عنده أهلية النظر والاستدلال. لو كان عنده أهلية انه يبحث او انه ينظر او انه يسأل غيره عن الدليل، يعني لازم يعرف، لأن العقيدة غير الأمور التانية. فقال لي والله لو كان عنده أهلية للنظر والاستدلال لأنه ترك ما يقدر عليه يبقى ده عاصي، يبقى ترك ما يقدر عليه يبقى ده عاصي. وإن لم تكن فيه أهلية للنظر والاستدلال فهو مؤمن غير عاصي، خلاص ما عندوش أي مشكلة كده، يبقى إيمانه صح. يبقى عندنا في الصفحة الأولى حاجتين: الحاجة الأولى اللي هو تعريف التقليد، والحاجة الثانية اللي هي إيه؟ حكم إيمان المقلد. وفيها 3 أقوال، والقول الأول قال لي لا يصح إيمانه، القول الثاني قال لي يصح إيمانه مع أنه عاصي مطلقا، القول الثالث وهذا هو الصواب أنه لو كان عنده أهلية للنظر واكتفى بالتقليد يبقى ده مؤمن عاصي. لو لم يكن عنده أهلية للنظر فهذا مؤمن غير عاصي. بعد كده
قال لأنه ترك شيئا عاجزا عن تحصيله ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والصحيح من هذه الأقوال القول الثالث المبني على وجوب المعرفة بالدليل لقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال لي بعد كده أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من الناس الإيمان دون أن يطالبهم بالدليل. وعندما سئل عن الإيمان في حديث جبريل قال أن تؤمن بالله وملائكته دون أن يتعرض للدليل. يعني إيه دون أن يتعرض للدليل وكيفية الإيمان بالله والتفصيل يعني. طيب حكم إيمان العوام؟ قال بناء على ذلك فإيمان العوام صحيح. قال الماتريدي أجمع أصحابنا على أن العوام مؤمنون عارفون بربهم وأنهم حشو الجنة كما جاءت به الأخبار وانعقد به الإجماع، يعني أنهم يدخلوا الجنة مع لا يدخلوا يعني. وغاية الأمر أنهم عاجزون عن التعبير عنه وعن تفصيله وهو لا يضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل إيمان الناس دون مطالبتهم بالدليل، لأن فطرتهم جبلت على التوحيد، وربنا خلق أصلا على توحيد الله سبحانه وتعالى واعتقاد قدمه وحدوث ما سواه، يعني أن الله سبحانه وتعالى قديم وأن ما سواه حادث. وهذه الفطرة التي ذكرها الله في قوله فطرة الله التي فطر الناس عليها، وأشار إليها صلى الله عليه وسلم بقوله كل مولود يولد على الفطرة. وقد أجمع المتكلمون كما حكاه الآمدي على صحة إيمان المقلد. وبكده يكون أنهينا الدرس الرابع من دروس مادة التوحيد الصف الأول الثانوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.